باب الخيمة اقفل اقفل دلوقتي وتعالى ساعدني. ده عسل بالشطة، شوف طعمها يطلع ازاي مع الشوي. ودلوقتي هختار الحاجة بتاعت الشوي، انا عارف ان هو يوم ما يعلم بيه الا ربنا. يلا بينا. وصلنا دلوقتي. الحاجات اللي معانا ضخمة شوية، عندك شواية كبيرة، فحم الفراخ، المية، شوايتك الجميلة، دنيتك. ناقص بقى المكونات دي، ناقصة حاجة واحدة، عسل. شوف هنشوي النهاردة ازاي بالعسل. يلا بينا عشان ننطلق في رحلتنا. يلا بقى نحط الحاجة في العربية عشان شكله يوم طويل. ادي الشواية، اوبا، الفحم. بالنسبة لموضوع الفحم ده عشان انا سمعت خلصنا. يلا بينا. الهوكي توكي ده هو اللي انقذني، حرفيا هو اللي انقذني. انا صاحي النهارده الصبح قررت ان انا انزل اشوي، واحد اتبسط باجازتي وانزل اشوي. جيت طريق ما يعلم بيه الا ربنا. من ساعه ما نزلت من البيت الصبح النهارده وانا قلبي مقبوض. ليه؟ انا مش فاهم. عمال تحصل لي حاجات غريبه. ماشي بالصدفه لقيت حاجه. الراجل اللي معايا اللي ماسك الكاميرا دلوقتي ده هو اللي قال لي تعالى نخش على المكان ده. بمجرد ما دخلت من على المكان، ادي الطريق السريع اهو، تقريبا مشيت 200 متر بالظبط، العربيه غرزت مني، قعدت فوق الساعتين. ادي شكل الخطوط بتاعه العربيه اهو. ادي الحجاره اللي احنا كنا بنحاول نطلع بيها العربيه، لغايه اما في واحد الله يبارك له حد معاه فور ويل جه وقعد يحاول معايا، هو كمان غرز. ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم. استخدمت الجهاز دوت لغايه اما لقط اشاره، وحد ربنا يبارك له ربنا يبارك له جه خدنا احنا الثلاثه وطلعنا. بس انا مش بعد ما مشيت من المكان ده كله ومشيت المسافه دي كلها هاجي مش هشوي. انا هكمل اللي انا بعمله وهشوي وهكمل اليوم بتاعي، حتى لو انا حاسس بغير اريحيه في الموضوع. كمل الفيديو عشان اوريك كمان ايه الحاجات الغريبه اللي بتحصل معايا. نبتدي وليكن بالخيمه. احنا هننصب الخيمه هنا. انا قررت ان انا الصراحه مش هنزل على الرمل تاني، وربنا يستر وانا خارج من المكان ده نشوف ايه اللي هيحصل. ادي كده اول عمود من الخيمه. طبعا تيار الهواء شديد. باب الخيمه اقفل اقفل دلوقتي وتعالى ساعدني ساعدني. انا مش عارف في ايه، انا اقسم بالله ما عارف في ايه. الطبيعي والمنطقي ان انا راجل جواله. راجل جواله دي يعني بنصب الخيمه دي في اقل من 10 دقايق. دي مش محتاجه حد يعني خبير ينصب حاجه زي كده. بس من كتر ما الهواء صعب والموضوع شديد جدا، انا مصمم ان انا انصب الخيمه حتى لو الجو صعب. وانا بنصبها الدراع بتاع الخيمه اتكسر، بس انا اضطريت ان انا اجي ورا العربيه عشان اقلل كميه الهواء شويه، يمكن اعرف انصب الخيمه ونخلص من القصه دي. عشان كده بقول لك في حاجات غريبه بتحصل من ساعه ما جيت. ايه هي؟ انا مش فاهم ليه كده، مش فاهم. اتفضل. اتقطعت اهي. وادي ساعه كمان يا عم في نصب الخيمه، وادي ساعه كمان في نصب الخيمه، ويا ريتها منصوبه عدل. زي ما انت شايف الهواء مش عارفين نعمل فيه ايه، بس برضه هشوي. احنا اتبهدلنا حرفيا والله العظيم، اتبهدلنا. وادي الشوايه كمان اهي، يا رب ما يطلع لناش حوار فيها. الشوايه بس ب 200 درهم عشان نطلع يوم غريب زي ده. دي طلعت حوار عشان تتركب. بص كميه مسامير قد ايه. المشكله ان المسامير دي عايزه مفك. والله العظيم انا كنت عارف ان هو يوم غريب. المفروض ان هنا بيركب مثلا العجلات دي ما فيهاش مسامير، في كميه مسامير كتير جدا ما بتركبش هنا. فانا الحل الوحيد ان انا هجيب حجر اسند بيه الشوايه عشان تبقى معتدله بس. والصراحه هبدا عشان انا زهقت. ما جبناش سكينه. مكان الشوايه كده غلط، احنا المفروض ننقل الشوايه في حته تانية عشان الهواء هيجي يطير الولع على الخيمه، هنولع كلنا. المفروض ان احنا جايبين ده بيسرع ان الفحم يولع بسرعه. ده حاجه زي البنزين. بص انا ايديا اسودت، انا هشوي ازاي؟ انا تعبت. ده منظر واحد بيشوي جاي يتبسط باجازته النهارده. حتى الولاعه مش عايزه تولع. طب اجيب زلطتين ولا اولع نار بايه انا دلوقتي؟ انا ودارت بزلطتين ودارت بزلطتين. فراخ بقى جبنا نوعين، بس الغريب بقى اللي احنا لازم نعمله السبايسي ده كده. نفتح نقول بسم الله. شكله احمر.
هننزل الحاجة على طول على الشواية، بس قبل ما ننزلها على الشواية بعد اليوم الصعب دوت لازم نعمل كده. ده عسل بالشطة، شوف طعمها يطلع ازاي مع الشاوي. طبعا انا جايب الفراخ متبلة على اساس ان انا اسهل على نفسي، والحمد لله ان انا سهلت على نفسي عشان ما يحصلش كفاية اللي حصل النهاردة كده قوي يعني، كفاية قوي قوي. طلع كده نقول بسم الله. عسل بالشطة، اوعى العسال. حلو قوي كده. وانا اللي كنت جايب هواية عشان اشوي، انا مش محتاج هواية. كان حلم من ضمن احلام حياتي ان انت تقعد في مكان زي كده، بحر، صحراء، مكان مجهز ان انت تقعد تشوي، حتى لو كل الظروف ضدك، بس على الاقل لازم تجربها مرة واحدة في حياتك. ريحة الاكل بصراحة تحفة. واضح ان الفراخ متبلة زي الفل. انا ما كملتش يا جماعة دقيقتين والحاجة زي ما انتوا شايفين غالبا اتحرقت، غالبا. دي ما اتحرقتش، دي اتحرقت، بس يعني شكلها حلو برضه. اصل انا هاكلها يعني هاكلها وربنا ما هسيبها. يمكن العسل خلاها استوت بسرعة، مش عارف الصراحة. وبعد الأحداث الغريبة اللي حصلت النهاردة من ساعة ما جيت المكان دوت، من أول العربية اللي غرزت قعدنا 3 ساعات عشان نطلعها، الخيمة اللي طارت مرتين 3، الشواية اللي أنا لغاية دلوقتي ساندها بحجارة وبقضي اليوم ومتعايش معاها. حابب أقول لك إن التجربة هتطلع حلوة، خصوصا لو حطيت على اللحمة أو على الفراخ عسل من بتاع العسل، هتدوق أحلى حتة لحمة دقتها في حياتك. المهم ما تنساش لو عجبك المحتوى لايك وشير ومتابعة. أحلى مسا يا زميلي، سلام.